شايف شكله فاكر نفسه ايه يعني؟ انت دايما ساكت ليه؟ ما تتكلم شويه. أنا تعبت يا أمي، مش قادر أستحمل. اصبر يا حبيبي، ربنا معاك. الوجع علمني ومخلاني أقوى. انت غلبان قوي يا خروف، عمرك ما هتعرف تعمل حاجة لوحدك. اسمع كلامي بس وانا اخليك تعيش. يمكن أكون طيب بس مش غبي. ها؟ المكر مش قوة، واللي بيضحك على غيره ضعيف. الناس فاكرة ان القطط ضعيفة، بس هم ما يعرفوش الحقيقة. ابعد عنها احسن لك قبل ما اغير شكلي. لما القط يغضب محدش يقدر عليه. يا سلام على جمال الأهرامات. المكان هنا تحفة بجد، تاريخ عظيم وحضارة ملهاش مثيل في الدنيا. وأنا واقفة هنا قدام الأهرامات حاسة بعظمة المكان وطاقته. لو عمرك ما جيت تزور الأهرامات. عاوزين موقع مجاني نقدر نعمل منه فيديوهات، ونقدر نعمل منه الفيديوهات الترند مجانا. يبقى قناة سيد أحمد سيكا هي الحل. يا صاحبي ليه تحتار؟ عاوز تعمل فيديوهات مجانا وكمان قصص مجانا وبلا حدود، يبقى قناة سيد أحمد سيكا هي الاختيار. اشتركوا فيها هتلاقوا الجديد. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هكشف لكم كنز حقيقي على الانترنت هيسهل عليكم صناعة الفيديوهات زي المحترفين. هتقدروا من غير اي علامة مائية وبالمجان تماما تعملوا فيديوهات صورته رهيبة، افلام كرتون وقصص طويلة وفيديوهات القطط الترند، وهقول لك ازاي تستخدموا الموقع ده بلا حدود وبتعملوا فيديوهات طويلة وشخصيات ثابتة بسهولة وبطريقة بسيطة. فتابع معايا الشرح للآخر. فمتنساش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك جميل، ويلا بينا نبدأ الشرح. موقع النهاردة موقع فورا اللي هو تقدر تستخدمه مجانا تماما، تقدر تستخدمه وتعمل فيه فيديوهات زي ما انت عاوز، واقول لك على الطريقة ازاي تستخدمه مجانا وبلا حدود. فالموقع زي ما انت شايف واجهته بسيطة. لو دخلت عليه اللينك اللي انا هسيبه لك تحت الفيديو هتلاقي هنا لمدة 10 ثواني و15 ثانية اللي هي النسخة المجانية، وال 25 ثانية اللي هي النسخة البرو اللي هي مدفوعة. هنا عندك اللي هو تقدر تعمل الفيديو بتاعك اللي هو الشورتس، الفيديوهات القصيرة، وتقدر تعمله اللي هي الفيديوهات العريضة اللي هي اليوتيوب، ومعاك الجودة لغاية 720 لأن ال 1080 وال 2K وال 4K دي مدفوعة، فاحنا نستعمل 720. فأول حاجة عشان نستفاد من الموقع هنخش على ساين أب. بيقولك إن أنت تقدر تسجل عن طريق جوجل أو عن طريق أبل أو عن طريق إيميل، تمام؟ فاحنا عشان نستعمله مجانا وبلا حدود هنستعمل ايميل مؤقت، بحيث ان احنا نحط الايميل المؤقت، وبعد كده لو خلصنا الكريدت نقدر نخش تاني ونستعمل الموقع تاني بإيميل مؤقت تاني. فالموضوع يبقى سهل بالنسبة لك، فبالتالي اللي انت تقدر تعمل فيديوهات زي ما انت عاوز. وخلي بالك النتش اللي انت بتستعمله هتقدر تعمله هنا، سواء نتش القطط او اي نتش انت عاوزه هتقدر اللي انت تعمله، وتقدر تاخد الفيديوهات وتنشرها على طول على صفحتك. في نفس الوقت هتقدر ان انت تزود ارباحك وتقدر تستفاد من الموقع ده كتير. فاول حاجة هنخش على اي موقع مثلا بيعمل لك بريد مؤقت، فانا اخش على مهمل وبعد كده ادوس على انشاء بريد مؤقت، فعمل لي البريد. ادوس عليه مره واحده عشان اخده كوبي. بعد كده ارجع للموقع احطها هنا بلس واحط اي باسورد. بعد كده ادوس هنا اللي انا لسه ريبوت. بعد كده ادوس على ساين اب. قال لك احنا بعتنا لك كود على الايميل اللي انت كتبته ده. فارجع تاني على مهمل والاسهم دي ادوس عليها عشان الرساله، وهنا جات لي الرساله هدوس عليها واخد الكود ده كوبي نسخ، وارجع تاني للموقع واحطه هنا لصق. بعد كده ادوس هنا كده. مبروك عليك، اخدت 90 كريدت. الموقع اداك 90 كريدت، وبيقول لك كل يوم هتخش هتاخد 5 كريدت، تمام؟ فاحنا ندوس على اول يوم كده خدنا اللي هم الكريدت بتاع النهارده بقى 95 كريدت. فكل يوم هتسجل دخول هتاخد 5 كريدت. فاول حاجه هنعوز برومت بحيث ان احنا نولد فيديو، لانك انت بيقول لك تقدر ان انت تحرك صوره وتقدر ان انت تحط له برومت على طول وتعمل الفيديو بتاعك. فدوس هنا على الصفحه الرئيسيه، وبعد كده احط له البرومت اللي انا عاوز اعمل الفيديو بتاعه، وبعد كده ادوس هنا واقول له 15 ثانيه، تمام؟ وادوس هنا. انت لو عاوز الشورتس مثلا وبتعمل فيديوهات وعاوز تنشرها على طول وتربح منها وكده على اليوتيوب، فهتختار اللي هي 9 على 16. لو عاوز الفيديو العريض يبقى 16 على 9. فانا اخلي مثلا شورتس. هيقول لي انا اخد منك من 95 15 كريدت، فاقول له تمام، وادوس على كلمه جنريت عشان يبدا يعمل لي الفيديو بتاعه، وانتظر لغايه ما يعمل لنا الفيديو ونشوف النتيجه مع بعض. كده عمل معانا الفيديو. عشان اجيب الفيديو ادوس هنا على دي، هتلاقي الفيديو اهو معانا، تمام؟ هتدوس عليه كده
طب تعالوا ننزله ونسمعه. هندوس على كلمة داونلود هنا، هتلاقيه نزل معانا اهو، بينزل معانا. هنبدأ بقى نستنى لغاية ما ينزل معانا ونشوفه مع بعض. يا سلام على جمال الأهرامات، المكان هنا تحفة بجد، تاريخ عظيم وحضارة ملهاش مثيل في الدنيا. وأنا واقفة هنا قدام الأهرامات حاسة بعظمة المكان وطاقته. لو عمرك ما جيت تزور الأهرامات زي ما انت ما شايف كده، عامل لنا الفيديو بطريقة يعني كويسة. تمام. هتبدأ اللي انت ايه، لو عندك مثلا قصة بقى، يعني هو ده الموضوع الأساسي اللي احنا عاوزين ايه نركز عليه. لو عندك قصة وعاوز تعمل قصة منه، برضك بنتش القطط، هتدوس على الستوري بورد. من هنا هترفع له صورة بطل القصة بتاعتك عشان تكون الصورة ثابتة معاك والشخصية ثابتة معاك في كل المشاهد. بعد كده هنا بتحط المشاهد، فانت معاك هنا لغاية 15 ثانية. 25 ثانية دي اللي هي النسخة المدفوعة، فاحنا هنستخدم لغاية 15 ثانية. ومعاك هنا الفيديو العريض والفيديو القصير، اللي هي الفيديوهات القصيرة، فاحنا نختار الفيديو العريض. ومعاك هنا الجودة لغاية 720، لأن الباقي كله مدفوع. يعني هنا معاك مشهدين، فانت عشان تزود المشاهد هتزود هنا لغاية 15 ثانية. بعد كده مثلا نزود مشهد تاني نخليهم 3، هنا 5 ثواني، وهنا نزودها نخليها 5 ثواني، وهنا 5 ثواني. فأقسم المشاهد بتاعتي على مثلا كل يعني مشهد نخليه 3 مشاهد في مشهد واحد. فأبدأ أجيب المشاهد دي. لو هتبدأ تخش على الشات جي بي تي، أنا طلبت منه إنه يعمل لي قصة ويقسمها لي المشاهد، فأنا أختار المشهد الأولاني أهو، أخده نسخ وأرجع على الموقع وأحطه أول حاجة هنا. بعد كده أخد المشهد التاني وأخد المشهد التالت. كده أنا حطيت المشاهد بتاعتي. فكده أنا حطيت 4 مشاهد، وظبطت على 15 ثانية، وظبطت على اللي هو المقاس العريض اللي هي الفيديوهات العريضة، وظبطت على 720. قال لك هناخد منها 15 كريدت عشان أعمل لك ال3 مشاهد دول في مشهد واحد. فأنا أقول له تمام، إحنا كده معانا 85 لسه، إحنا عملنا فيديو تمام، خد مني 10 كريدت، وفي فيديوهات تانية إحنا الفيديو ده هياخد مننا 15 كريدت، فهيتفضل معانا تاني. ولو خلصت زي ما بقول لك، لو انت بتعمل قصة طويلة وعاوز تزود المشاهد، مفيش مشكلة، زود. وبعد ما تخلص الكريدت بتاعتك هتبدأ تخش بإيميل المؤقت تاني وتاخد 95 كريدت تاني، وتقدر تعمل المشاهد اللي انت عاوزها كلها وتجمعها كلها من خلال برنامج مونتاج يجمعهم كلهم فيديو واحد. فاحنا ننتظر لغاية ما يعمل لنا الفيديو بتاعنا ونشوف النتيجة مع بعض. وهنا عمل لنا الفيديو بتاعنا، هنبدأ برضك ننزله من هنا داونلود، وتعالوا نشوفه مع بعض كده. الناس فاكر ان القطط ضعيفة، بس هم ما يعرفوش الحقيقة. ابعد عنها احسن لك قبل ما اغير شكلي. لما القط يغضب محدش يقدر عليه. زي ما انت ما شفت النتيجة ممتازة، فانت تقدر ان انت تكمل المشاهد بتاعتك وتعمل فيديو طويل زي ما انت عاوز. هتبدأ ان انت تمسح كل المشاهد دي وتبدأ تجيب بقية المشاهد بتاعتك وتعملها وتسيب الصورة عشان يبقى هي دي بطل الشخصية، عشان تكون ثابتة معاك. طب تعالوا نعمل حاجة تانية، نعمل مثلا حاجة كرتون نرفع له الصورة. احنا كده قربنا اللي احنا مثلا نعمل نتش القطط. تعالوا نجرب كرتون كده. نجيب المشاهد برضك ونحط مشهد وندوس له جنريت، ويقول لي هناخد 15 كريدت تمام مش 70 كريدت. فاقول له تمام، هننزل ونشوف الفيديو كده النتيجة هتطلع ايه مع بعض. وهنا عمل معانا الفيديو تمام. تعالوا نشوفه مع بعض كده، ننزله وندوس داونلود ونشوفه مع بعض. انت غلبان قوي يا خروف، عمرك ما هتعرف تعمل حاجة لوحدك. اسمع كلامي بس وانا اخليك تعيش. يمكن أكون طيب بس مش غبي. ها؟ المكر مش قوة، واللي بيضحك على غيره ضعيف. وزي ما انت ما شفت بيعملها لك بطريقة ممتازة. طب تعالوا نجرب حاجة تاني، مثلا نخليها بأشخاص حقيقيين بس بصيغة كرتون. تعالوا كده نجرب مع بعض. نرفع له أول حاجة صورة الشخصية. بعد ما تحط المشاهد بتاعتك كلها هتبدأ تدوس على كلمة جنريت، وهياخد منك 15 من 55. لو ملاحظ احنا كل ده على نفس الأكاونت، احنا ما خرجناش بره الأكاونت تمام. بنفس الأكاونت قادرين نعمل المشاهد دي كلها والفيديوهات دي كلها. هننتظر لغاية الفيديو ما يتعمل ونشوف النتيجة مع بعض. وكده عمل لنا الفيديو. تعالوا برضك نشوفه مع بعض. هندوس هنا وندوس على كلمة داونلود. تعالوا نشوفه مع بعض كده. شايف شكله؟ فاكر نفسه ايه يعني؟ انت دايما ساكت ليه؟ ما تتكلم شوية. أنا تعبت يا أمي، مش قادر أستحمل. اصبر يا حبيبي، ربنا معاك. الوجع علمني ومخلاني أقوى. وزي ما انت شايف النتيجة يعني
الصراحة يعني الموقع تقدر اللي انت يعني بالنسبة لك هيبقى كنز، تقدر تعمل منه فيديوهات وتطور قناتك وتقدر تعمل ايه النتش اللي انت عاوزه وتعمل القصص اللي انت عاوزها زي ما انت عاوز. طب الموقع تقدر تستفاد منه بايه تاني؟ اللي انت ممكن تعمل منه فيديوهات صورة، هندوس على فيديو جنريت تمام ونحط له برومت، هيقول لك هناخد من البرومت دون 10 ايه في 10 ثواني اخد 10 كريدت. انا اقول له لا خليهم 15 ثانية وخد 15 كريدت، انا لسه كده كده معايا كريدت. كل ده على النسخة المجانية وادوس له كلمة جنريت تمام. فانت تقدر تولد منه فيديوهات وتقدر تعمل منه قصص. فالموقع الصراحة يعني هيفيدك كتير. وكده عمل لنا الفيديو، تعالوا نشوفه مع بعض. ندوس هنا وندوس داونلود نشوفه مع بعض كده. عاوزين موقع مجاني نقدر نعمل منه فيديوهات ونقدر نعمل منه الفيديوهات الترند مجانا. يبقى قناة سيد أحمد سيكا هي الحل. وزي ما انت مش فيديو بيطلع جودة عالية من غير علامة مائية، فانت تقدر من الموقع دون لو انت قدرت اللي انت تستغل الموقع دون هتقدر اللي انت تطور قناتك، هتقدر تعمل منه فيديوهات زي ما انت عاوز، هتقدر تعمل منه قصص زي ما انت عاوز، وكل دون بطريقة مجانية. وكمان لو عاوز تستعمله بلا حدود قلت لك اللي انت تقدر اللي انت تستخدم ايميل مؤقت وتتعامل على الموقع، كل ما تخلص الكريدت تخش تاني وتتعامل بايميل تاني وتاخد كريدت تاني. فانت تقدر تعمل الفيديوهات اللي انت عاوزها وتقدر تعمل منه فيديوهات طويلة زي ما انت عاوز. فانت كده معاك موقع الصراحة انا بعتبره كنز. بكده نكون وصلنا لنهاية الشرح. لو انت وصلت معايا لغاية هنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس، واذا كنت مشترك في القناة لايك، وانتظروا الفيديوهات الجاية.